السلام عليكم. جروب الخطبة يعود بيحييكم الشاعرة كريمة. المرة اللي فاتت طرحنا سؤال، الشباب الصغير اللي بيدور على كبار السن، ده حاجة، دي طفرة حاصلة في المجتمع الإسماعيلي أو في المجتمع المصري عامة، يعني إن الشباب عايزين يتزوجوا لأكبر منهم سنا. احنا بنتكلم كده بالعامية. دلوقتي الموضوع التاني، الراجل اللي عايز يتزوج تكون الزوجة عندها سكن وعندها فلوس في البنك، وعندها مسكن وعندها فلوس في البنك وعندها شقة، يعني كله محصل بعضه، كلها مسميات، يعني حتى لو كررت الكلمة أو قلتها مرة تانية. فإيه رأيكم في الراجل اللي بيسأل هي الست عندها شقة؟ طيب عندها شغل؟ طيب تقدر تصرف علينا؟ أو مثلا شاب صغير مثلا يقول أنا عايز ست كبيرة تصرف عليا، مثلا تصرف عليا في الكلية وبعد كده ربنا يسهل. طب هو في إيه اللي حصل؟ هنا أسقطنا عن الراجل حق القوامة. الراجل معروف إن هو عليه حق القوامة، حاجات كتيرة. المهم أنا يعني إيه، أنا كلامي بسيط، مش بعرف أفتي كتير ولا أتكلم كتير بصراحة، يعني إيه، مش كلامنجية أوي عشان متضحكوش عليا، بس أنا يعني بطرح مواضيع دايما تيجي معايا في الجروب، حاجات غريبة على مجتمعنا وعادات غريبة في مجتمعنا وقصص غريبة بنسمعها، أول مرة في حياتنا نسمع قصص عجيبة وغريبة جوه الجروب بتاعنا. طبعا في أسرار كتير أنا ما أقدرش أقولها، في حكاوي كتير بصراحة. المهم أنا سعيدة بكم، طبعا أشكركم جدا على سعة صدركم ليا، أشكركم جدا. الشاعرة كريمة.